السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت هيئة البحرين للثقافة والآثار الفنان والخطاط عبد الله محمد العرب، حيث يعد الراحل من الخطاطين الملتزمين بقواعد أصول الخط العربي. ويذكر أن الفنان عبد الله العرب هو مكلف بخط نسخة من الدستور مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركته في العديد المعارضة والمسابقات الفنية داخل وخارج مملكة البحرين. وقالت الشيخ مية بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار مع كل فقد المشتغلين في مجلات الفنون فإن الساحة الثقافية تخسر الإبداعات المتمثلة في تلك العطاءات، وأن مملكة البحرين تخسر اليوم فنانا ممتاز في مجاله والذي اختار أن يكون شغفه هو الخط العربي. فقد أسس الراحل مدرسته الخاصة في الخط العربي وقدم من جهده ووقته للتعليم الآخرين والاستثمار فيها، وسيبقى حاضرا في الحرق الثقافي عبر فنه وإبداعه الذي لن يموت. وتلقى الفنان الراحل تعليمه في جمهورية مصر العربية ونال شهادات في الخط العربي والتزهيب والزخرفة، كما كان الراحل من مؤسسي جمعية البحرين للفنون التشكيلية ومدرسة الخط العربي. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.